لكن زي ما أقول الحمد لله والشكر من قبل ومن بعد. أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم، والله على ما أقول شهيد يحاسبني عليه الله يوم القيامة. والله والذي نفسي بيده جعلني ما أعيش ثانية واحدة إذا كان في حياتي استخدمت هاك أو برنامج هاك أو برنامج غش أو تعديل ملفات أو أي برنامج إضافي على اللعبة. أقسم بالله ما غير محاكي داونلود اي دي باسورد والعب. أقسم بمن أحل القسم ومن حلف بالله فصدقوه. أنا مغبون مليار، لكن رسالة اللي يقول أنت تستخدم شيتنج والذي نفسي بيده حلفت الآن وواثق من نفسي ومتابعنا أبو ياد يعرفون أبو ياد زين، والثمن يكون كور جعل أفداكم. ونقول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إني مفك حسابي. كل الأمور هذه صارت مليون روسيس رمانة، صارت الآترو، صارت اليوتيوبر كثير. ليش؟ اليوتيوبر الستريمر مستهدف بشكل مو طبيعي. حتى قالوها للحكومة. الحكومة وش قالوا لك؟ بدايته هم ايش قالوا؟ ان سبب الانذار الثاني ان في ناس ماخذين المقطع لقطة التحالف ودرسينها للشركة. الشغلة الثالثة ترى اكثر من يوتيوبر سكرت باندات 10 سنوات والحمد لله انه فتحوا، وان شاء الله وبعضهم انظلموا للامانة. فان شاء الله بكلام من الادارة انه خلال 3 ايام الى اسبوع وبيجينا الرد. هذا التحالف اللي صار، جانا سكواد كامل كنا نلعب لايف ستريم وجانا سكواد تمام. هم صوروا هذه الجزئية في التحالف، هذا الدنيش شكرا ابو عراق. صوروا هذه الجزئية، انا قاعد اقدم بالثواني. صوروا هذه الجزئية، انا قلت لهم من الوضع مزري وتحالف، اذا انتم بتلعبوا من تصنيف روحوا، اذا ما تلعبوا من تصنيف خلونا نخلص على يعني الشيء اللي صاير الان شيء مو كويس. وش قالوا؟ قالوا خلاص ابيض اذبحنا انت. فهنا قالوا خلاص ابيض اذبحنا، لا يذبحنا الا انت. انا هنا ذبحتهم. ليش ما ودنا يصير تحالف ونلعب طول الجيم ونذبح خلق الله؟ زي ما تشوفون اسمهم طالع واسمي واي دي طالع، وخلصنا عليهم انتهينا منها. ها تحالف مع مين؟ مع ابو سويلم. طيب انا ايش ذنبي يعني؟ انا يوتيوبر وستريمر وكل العرب يعرفوني، في ناس مغرضه، ناس محبه، ناس تكره ابو ياد. اللي محب بيجي يتحالف ابو ياد زي ما انتم شايفين مقاطع الفيديو، وهذا لايف ستريم بحطه ان شاء الله بالدسكربشن باذن الله في الوصف، تقدروا تشوفوا اللقطات وش صار. خلاص هنا قلنا خلاص خذوا الجيب. شوف جو تحالف، اخذنا الجيب، اخذ الجيب ومشينا. بعدها دخلنا فايت ومات سكوادي بالكامل وطلعنا من الجيم. خلصنا على بعض، خلصنا من الجيم، طحنا نوك تفنشنا وطلعنا من الجيم. خلاص انتهى الجيم. لعبنا جيم ثاني تمام. وش صار بالجيم الثاني؟ بفتح الصوت. نفس الاسماء اللي اول، بصلوا الشباب. وش قلت انا للشباب؟ على الثاني الخامسة نطلع. ليش؟ لأن ما ودي يجيني باند ولا يكون لي سبب باند اني تحالفت معهم. شوفوا نفس الاسماء، جاي نستريم السنايب مرة ثانية. شوفوا كم سكواد يبقص فيني وكم سكواد عارف ان انا باللوبي. انا قلت الشباب عشان لما برضو الثاني الخامسة نطلع. ثاني الخامسة ما ودي يبلعهم باند. حتى الشباب اللي معي ما ودي اضرهم، السكواد اللي معي لا يبلعهم باند بسبب التحالف. يلا اطلع. يلا اطلعوا. طلعت. يا اخي احراج لما يكون في ستريم سنايب تنحرج اصلا بتوتر، يعني تخاف هذا اللي ضدك هو ولا مو ضدك، كذا تستحي والله. هنا كان هدفي وشو؟ ما ودي اقول انهم ابين في البث انهم هم سيئين مستقصدين يجون، حتى لو بحس النية ما ودي اقول في البث هذا راح يضروني، راح يكون سبب باند لي. فقلت للشباب عشان لا يصير في احراج خلاص نقطع سالفة الستريم سنايب والامور هذه، نطلع من الجيم نلعب جيم ثاني. بس سبحان الله في ناس مغرضة اخذت الفيديو، كانت سبكتيت في بعض الايام، كانت سبكتيت اخذت لقطة من الفيديو ارسلت للشركة، سوت بلاغ ابو ياد بلع باند. ابو ياد كم بلعت باند؟ سيتم حظر حسابك بسبب مخالفة القواعد. مخالفة القواعد اللي هي الجلتشات، او تدخل تحت الارض وتستخدم جلتش، وجلتشات اللعبة ان تكون جوا جدار ترمي الناس والناس ما يشوفونك، تحالف تتحالف مع ناس، هذه مخالفة القواعد. قال لهم حكومة طيب ليش ما بلعتوه 3 شهور؟ قالوا لا الان التحالف الانذار الثاني. ايوه هذا الانذار الثاني. التحالف اول مرة خلاص جاك انذار اول بلعت اسبوع، المرة الثانية بلعت 10 سنين، هذا انذار ثاني. ايش يسوي؟